السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء النور حبيباتي الغاليات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات نحكي على موضوع حساس بزاف يمس حياة نساء كثيرات. الموضوع اللي هو الزوج اللي يدير من الحبة قبة ويكبر المشاكل التافهة وما يكتفيش بهذا، يزيد يروح يحكي كل صغيرة وكبيرة اليماه. يعني كيفاش راح نديرو مع هاد الراجل. الموضوع صراحة والله مؤلم، لكن لازم نحكيو فيه بصراحة ونعطيو حلول تساعد كل وحدة عايشة نفس الوضع ونفس المشكل. نبداو أول حاجة يا البنات. النقطة الأولى، علاش يدير هكذا. علاش يدير هكذا؟ البنات، كيما نقولوا صراحة ممكن أول نقطة نتطرقوا ليها في السؤال هذا، نتجاوب على السؤال هذا البنات. ممكن لأنه تعود من صغره يحكي كل شيء ليماه حتى خصوصياته، وهذه علم النفس هدرت عليها ياسر في هذه النقطة، ولا لأن الشخصية ديالو ضعيفة وما يقدرش ياخذ القرار بلا رضا الأم، بلا رضاها، أو لأنه يحب يظهر دايما في دور الضحية باش يكسب تعاطفها. دايما يشكي. وأحيانا يا البنات هذا التصرف يكون فقط وسيلة ضغط على الزوجة. كاين الرجالة الله يهديهم يستعمل هذه الطريقة وهذا التصرف عفوا فقط وسيلة ضغط على الزوجة. علاش؟ باش يخليها دايما في موقف دفاع. لكن حنايا مهما كانت الأسباب النتيجة راهي وحدة. مشكل تتفاقم، مشاكل يعني تتفاقم، الثقة تتكسر والحياة الزوجية تولي ساحة حرب باين. دركا كيفاش تتعاملي معاه؟ ثاني نقطة، كيفاش تتعاملي معاه، يعني مع هذا الزوج. أول حاجة لازمك يا حبيبتي إذا كنتي طايحة في هذا المشكل تاع الزوج نتاعك، يدير لك المشكل من أبسط حاجة، يدير لك المشكل ويكبر الحاجة دبغة صغيرة خلاص. كيفاش تديري معاه باش تكسبي روحك؟ أول حاجة أختي حافظي على الهدوء نتاعك. راح تقولوا لي وكيفاش نقدر نحافظ على الهدوء ديالي في هذا الضغط؟ لا، كل مرة يكبر المشكلة اللي هي أصلا ماهيش مشكلة، ما تدخليش معاه في الصراخ، ردي بهدوء، لأن العصبية تفتح باب جديد للمشاكل. يعني راح تكبري الموضوع، كتزيدي تنوضي تتعاركي معاه. من الآخر، 2، واجهيه بذكاء. أو قبل ما تواجهيه بالذكاء نعطيك نقطة تانية أحسن منها، ما تفتحيش قلبك كل مرة. يعني الزوج ديالك ما تحكيلوش كلش من الآخر حتى تتأكدي أنه أهلها. ما شوف، خلي دايما بعض المواضيع خاصة بك، ما تحكيش كل المشاعر نتاعك ليه حتى تتأكدي بلي هذا الإنسان يستاهلك ويستاهل أنه تحكي معاه كلش هكا، باش ما يديش الهضرة لأمه تولي كل شيء تاع دارك عند عجوزتك. ثالث حاجة، واجهه بذكاء. قول له بكل صراحة أنا نحس بالزعاب بالخذلان كي تحكي كل شيء لأمك.
ركزي على مشاعرك ماشي على اللوم، ماشي تروحي تلومي لومي لومي لومي، أها، لوميه بطريقة ذكية. قال أنا نحس بالخذلان كي تحكي كلشي لأمك، بدل ما تروحي ديريكت تلوميه. ربع حاجة حددي حدودك. يعني كيفاش نحدد حدودي؟ اتفقي معاه انه كاين امور خاصة بينك وبينه، لا طرف ثالث، يعني بين الزوج والزوجة، وما لازمش تخرج من البيت. وهاد النقطة بالضبط كوني كما نقولوا حازمة كي تهدرها معاه، حازمة جدا. 5 نقطة، ما تعاتبيش أهله، عاتبي زوجك بلطف ماشي يماه، باش ما يحسش بالهجوم ويزيد يتوقع ويزيد كما نقولوا يزيد يخرج على السيطرة أكثر. 6 حاجة، قيمي العلاقة. هل هذا التصرف متكرر؟ هل عنده نية للإصلاح؟ إذا لا لازم تعيد التفكير بجدية في كلش. 7 نقطة، اعزلي روحك مؤقتا، خذي مسافة قصيرة باش تعيدي ترتيب أفكارك وتشوفي الأمور بوضوح مع هاد الزوج. حنايا الأزواج نتاعنا رانا دايما نكتشفوا فيهم ويكتشفوا فينا. إلا لقيتي هاد النقطة أعيدي ترتيب أفكارك، شوفي الأمور بوضوح، ومن بعد حطي الأولى أولى والثانية ثانية والثالثة ثالثة، عاودي الترتيبة أختي. من الآخر نزيد نعطيك نقطة تاني مهمة. إلا لقيتو تفاقم وكرهتي ومليتي وجاك الضغط من هذه النقطة تاع يعمل لك مشكل من لا مشكل، دخلي إنسان حكيم من العائلة، مثلا أختك الكبيرة، مثلا يماك إذا كانت ما تميلش دايما ليك. أنا نقول ونعاود، إذا كان ماش تساند فيك ظالمة أو مظلومة. أكيد الأمهات يحبونا ومنا ومنا ومنا، وهذه ما نهضروش عليها، صح؟ لازم تكون الأم حكيمة. هكذا باش هذا الإنسان لازم يكون حكيم، يساعدك بزاف في توضيح الرؤية. الإنسان كي يعود مضغوط وإنسان ما عندوش المشكل، دايما تلقاه أحسن منك في التفكير، تبغى انت خير منه في كلش، بصح كي يعود هو ما مضغوطش وتعطيه الحاجة نتاعك، يعطيك نقاط جامي شتيه جامي تولهتي ليه منتي، حتى كي يمدلك وتحكي في الموضوع تحيري كيفاش ما تولهتيش ولا علاه ما جاتكش الفكرة. ولا نعطيك ملاحظة مهمة حبيبتي، إذا لقيتي روحك تتألمي بصمت وهو يزيد يعاند، استعملي معاه الصمت العقابي لفترة قصيرة، خليه يحس بقيمتك، كما نقولوا جبدي منه شوية. تركي لقى واحد التغيرات ديريكتومون يبدا يطرح في الأسئلة، واش بيها واش كاين، وحدو وحدو كي يجي يسقسيك قعدي معاه، ديروا كما نقولوا طاولة مغلقة. قال هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة، ما يلزمش. علاه نسمع أنا حكاية صرات بين 4 حيوط في داري نسمعها من عند يماك، علاه؟ ماشي هذه هي الحياة. ودايما دايما نقولها ونعاودها، استعملي معه يا أختي العزيزة الهدوء ماشي الصراخ. هو يعيط وانتي تعيطي والولاد ينوضوا يعيطوا، لوين لوين؟ ماهوش حل. هكذا اختي نتمنى يكون هذا الموضوع الحساس المؤلم استفدتي به
معايا حبيبتي. أنا في الختام وفي النهاية حبيت نقول ليك عزيزتي، ماشي كل زوج كبر مشكل تافه هو عدوك، لكن كل سكوت على الظلم المتكرر هو خطوة لفقدان نفسك. راح تتولي عصبية، راح تمرضي، راح تعياي. ما تخليش الحبة تولي قبة في حياتك، وما تسمحيش الأسرار بيتك تخرج وتستهلك في المجالس أبدا. مهما يكون كوني قوية، عرفي قيمتك، ارفعي من وعيك وهدوءك. ماشي بالسكات نعيشو بالكرامة، نعيشو بالوعي يا أختي يا حبيبتي. وإذا استفدتي من هذا الفيديو يا غاليتي يا حبيبتي، ادعمي القناة بالاشتراك وفعلي الجرس وشاركي الفيديو مع كل امرأة ممكن تكون عايشة نفس التجربة. وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودمت بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.